زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء. هنا ومن تحت ثرى الشام يخرج فارس إذا برز تراجع الخوف وتقدم الإقدام. صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل المعركة كأنه يدخل إلى وعد لا إلى موت، موقنا أن ما عند الله خير وأبقى، وأن العاقبة للتقوى. إنه الصحابي الجليل ضرار بن الأزور من بني أسد، وكان من أشجع الناس في قبيلته. قال الواقدي: كان ضرار رضي الله عنه من أشجع الناس، لا يثبت له فارس إذا برز. وقال ابن الأثير: كان ضرار شديد البأس جريئا مقداما، يضرب به المثل بالشجاعة. ضرار رضي الله عنه لم يكن صاحب خطب، بل كان رجل لحظة حاسمة تحت ثرى الشام. وبرز رضي الله عنه على عهد أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. وفي السنة 13 للهجرة وعلى أعتاب أرض فلسطين وقفت جموع المسلمين لمواجهة جيش الروم في معركة أجنادين على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقف القادة ينظمون الصفوف ويعدون العدة، ممتثلون لقول ربهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكان من بين هؤلاء القادة سيف من سيوف الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وقبل بدء المعركة خرج رجل من قادة الروم يريد المبارزة، يتبختر بدرعه وسلاحه، يظن أن لا أحد يجرؤ عليه، فأخرج إليه خالد بن الوليد ضرار بن الأزور فبارزه فضربه ضربة فأسقطه أرضاه، فعلت وارتفعت تكبيرات المسلمين. والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء. ولم يكتف بذلك رضي الله عنه وأرضاه، بل أكمل والتحم في الصفوف، وشوهد وهو يضرب عنق أحد قادة الروم، فتزعزعت صفوفهم وانتصر المسلمون في تلك المعركة. وكانت أجنادين تاريخا وعزا لنا منذ أكثر من 1400 سنة هجرية. وشارك رضي الله عنه في معارك شتى، ومن أبرزها فتح دمشق واليرموك واليمامة وأجنادين. ومات رحمه الله مقبلا على ربه غير مدبر. أولئك جيل المكرمات، فمن يكن له أثر بالعزم يسعى ويخطر، تراهم إلى الهيجاء صاح نذيرهم، فأرخص روحا في الوغى يتبختر. وماذا عسى الأقلام تجديك عالما، إذا ضاع منك الفعل والقول أبتر. بسيف وإقدام وصون عقيدة، بها الدين يزهو والنجائب ضمر، بها الدين يزهو والنجائب ضمر. والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر.